لا تبيع سيارتك لواحد عرف. نصيحة من مجرب. العرف يحرجك. مثلا انت تريد تبيع سيارتك، يجي يسأل على سعرها، بيش رايدها؟ تقول له بهالقد. يجيب وياه جماعة ويحرجك. طيح لي ورقة الخاطر ابو فلان، وورقة الخاطر ام فلان، وانت تظل كل ساعة مطيح ورقة. شلون الفصل؟ هاي وحدة. لهنا خلصت؟ لا ما خلصت. ياخذها يفحصها ويكمل ومدري شنو، اسبوع شهر اقل اكثر، قال لك والله السيارة ما عجبتني اريد ارجعها. زين هو عرف، انت تقول انا اقول له ما يصير، امشي وياه بالرسميات، يزعل وعلى مود فلوس وما تسوى، ترجع السيارة. والله اللي يعلم شو مسوي ما مسوي بيها، مخرب من شغلات. فانت شلك بهاي الهوسه ودوخه الراس. انت اذا سيارتك تسوى 150 ورقه ويجي العرف يعامل عليها، قل له ب 190 طفره. زين، الا اذا بحاله واحده، الا اذا كان هذا الشخص يعني انت تعرفه حق المعرفه انه ما عنده هاي السالفه، ما يعني يفشلك ولا يحرجك، ويقدر انه انت يعني نزلت له من السعر. بهاي الحاله لا، يختلف الحكي، هذا يستاهل تبيع له. زين عيني.